بنت راحت تشتكي لباباها إن الحياة وحشة وصعبة. باباها مردش عليها وخدها المطبخ وجاب 3 حلل مية وحطها تغلي على البوتاجاز. أول المية لما غليت راح حاطط في الحلة الأولى بطاطس، والتانية بيضة، والتالتة حط بن، وسابهم شوية. وبعد 20 دقيقة طفى البوتاجاز وطلع البطاطس في طبق والبيضة في طبق والقهوة في فنجان، وقال للبنت قوليلي شايفة ايه؟ قال لها بصي كويس. لمست البنت البطاطس لقيتها طرية عن أول ما حطتها، والبيضة بقت مستوية، والقهوة ريحتها جميلة جدا. ابتسمت البنت وقالت يعني ايه الكلام ده؟ الأب قال لها البيضة والبطاطس والبن اتحطوا في نفس الظروف وهي المية المغلية، بس كل واحد فيهم كان رد فعله مختلف. البطاطس كانت في الأول قوية، إنما بعد المية المغلية بقت طرية وضعيفة. البيضة كانت سهلة الكسر، إنما بعد المية المغلية بقت قلبها أقوى. إنما البن كان مميز جدا، لما دخل في المية المغلية غيرها أصلا وعمل منها حاجة تانية جميلة جدا اسمها القهوة. انتي بقى مين فيهم؟ لما بيحصلك مشاكل في حياتك رد فعلك بيكون ازاي؟ بتضعفي ولا بتقوي ولا بتاخدي الظروف دي وتعملي منها حاجة جديدة؟ المشاكل هتفضل تحصل حوالينا وهتفضل تحصل لينا، إنما الحاجة المهمة فعلا هو إن المشاكل دي ما تحصلش جوانا وما نبقاش ضحية.